اهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات الصيدلة المتميز. في فيديو النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن افضل مرطبات للبشرة الدهنية والبشرة المختلطة موجودة في السوق المصري. رقم واحد معانا هو الشان جل. مكوناته ايه؟ مكوناته عبارة عن الالانتوين والبنثينول وفيتامين اي او فيتامين ه والجليسرين وزيت اللوز وخلاصة جل الصبار. فوائد الجل ده ايه او استخداماته ايه؟ بيستخدم في ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف، البشرة الدهنية والبشرة المختلطة. بينظم إفراز الدهون والزيوت في البشرة. بيهدي البشرة وبيقلل الالتهابات نظرا لاحتوائه على البنسينول وخلاصة جل الصبار. وبيقلل كمان الحكة والتهيج في البشرة. وبيعمل على تجديد وترميم السطح الخارجي للبشرة. وينفع ان انا استخدمه برضو كبرايمر او كمثبت قبل وضع الميك اب. مميزات الجل ده ايه؟ ان هو قوامه خفيف جدا، وسريع الامتصاص وغير دهني وما بيسببش انسداد المسام وخالي من البارابين. رقم اتنين معانا هو الاندوديرما جل. مكوناته ايه؟ بيحتوي على حاجة اسمها السيراميد وحمض الهيالورونيك والديكسابنثينول. فوائد الجل ده ايه او استخداماته ايه؟ بيستخدم في ترطيب البشرة بس ترطيب عميق للبشرة نظرا لاحتوائه على الحمض الهيالورونيك والسيراميد. رقم اتنين بيستخدم في ترميم حاجز البشرة الطبيعي لاحتوائه على السيراميد. وبيستخدم في حماية البشرة من الجفاف والتشققات. وبيستخدم في زيادة نضارة البشرة وإشراق البشرة لاحتوائه على مضادات أكسدة. ويستخدم أيضا في علاج تهيج واحمرار البشرة لاحتوائه على مادة الديكسابنثينول. مميزات الجل ده ايه؟ مميزاته ان هو خفيف على البشرة وامتصاصه سريع وما بيسببش انسداد في المسام ومناسب للبشرة الحساسة، ما بيعملش تحسس او تهيج في البشرة. عشان كده ينفع استخدمه للبشرة الدهنية والمختلطة والبشرة الحساسة كمان. رقم 3 معانا هو السيباكلار هيدرا كريم. مكوناته ايه؟ مكوناته فيتامين، يحتوي على فيتامين اي او فيتامين ه والبيوتين والنياسيناميد وفي حاجة اسمها الأحماض الدهنية والجليسرين. فوائده ايه او استخداماته ايه؟ بيرطب البشرة بس ترطيب عميق للبشرة. بيحتوي على مكونات مهدئة بتهدي البشرة المتهيجة والملتهبة ويقلل من الإحمرار والتهيج في البشرة. بيستخدم أيضا في تنعيم البشرة وتحسين ملمسها وبيخلي البشرة أكتر نضارة. بيستخدم برضو في حماية البشرة من العوامل الضارة عشان فيه مضادات أكسدة قوية. مميزات الكريم ده ايه؟ هو سريع الامتصاص وقوامه خفيف وما بيسببش انسداد في المسامات وغير دهني، بس ليه عيب واحد ان هو غير مناسب للبشرة الحساسة. رقم 4 معانا هو جلامي لاب هيدرا كريم. التركيبة دي مميزة جدا. مكوناته ايه؟ مكوناته عبارة عن حاجة اسمها مارين إلاستين او الإلاستين البحري وفيتامين اي والالوفيرا وخلاصة البابونج والعسل. فوائده ايه؟ ان هو يستخدم كمرطب قوي للبشرة سواء الدهنية او المختلطة. وبيستخدم ايضا في زيادة مرونة البشرة ومضاد كمان للتجاعيد لاحتوائه على حاجة اسمها الالاستين البحري. ده بروتين موجود في الجلد بيستخدم في مرونة الجلد او مرونة البشرة وكمضاد للتجاعيد. كمان بيستخدم في تهدئة البشرة من الالتهابات والإحمرار والتهيج لاحتوائه على خلاصة الصبار والبابونج. مميزاته ايه؟ ان هو قوامه خفيف جدا وسريع الامتصاص وبرضه ما بيسببش انسداد في المسامات وغير دهني، بس ممكن نقول ان هو غير مناسب للبشرة الحساسة لان هو ممكن يعمل شوية تهيج او احمرار خفيف في البشرة. رقم 5 معانا هو ليلاك جل. مكوناته ايه؟ عبارة عن السيراميد والنياسيناميد والبيسابولول وشمع العسل والزيت الجوجوبا والجليسرين واليوريا. فوائده ايه؟ فوائد الكريم ده او استخداماته ايه؟ اللي هو بيستخدم كمرطب قوي وعميق للبشرة. بيستخدم في ترميم حاجز البشرة الطبيعي لاحتوائه على مادة السيراميد والنياسيناميد. وينفع استخدمه برضو تحت العين كمرطب. وبيستخدم ايضا في تهدئة وتلطيف البشرة ومنع التحسس والتهيج والاحمرار.
وبرضه بيقلل من مميزاته، وبيقلل من حجم مسامات البشرة والرؤوس السوداء، وبينعم البشرة وبيحسن المظهر وبيخليها أكثر نضارة. مميزات الجل ده ايه؟ ان هو خفيف جدا على البشرة، وامتصاصه سهل وسريع وغير دهني، ويناسب البشرة الحساسة، وكمان ما بيسببش انسداد المسامات. رقم 6 معانا النيوتريجينا اللي هو الهيدروبوست كريم. المكونات بتاعته ايه؟ بيحتوي على مادة اسمها السيليكون والجليسرين وحمض الهيالورونيك. الفوائد او استخدامات الكريم ده ايه؟ بيستخدم كمرطب سريع وقوي للبشرة، عشان فيه الحمض الهيالورونيك زي ما احنا عارفين ان هو مرطب قوي جدا للبشرة. بيستخدم برضو في زيادة نعومة ونضارة البشرة. بيستخدم في زيادة مرونة البشرة لاحتوائه على مادة السيليكون. وبيستخدم في تقوية الحاجز الطبيعي للبشرة. مميزاته ايه؟ ان هو خالي من الزيوت، ما بيسببش انسداد المسام، خفيف جدا على البشرة، سريع الامتصاص، وما بيسيبش اثر دهني. وعيوبه، ليه عيب واحد ان هو غير مناسب للبشرة الحساسة، عشان فيه مادة البارابين وفيه حمض البنزويك بتركيزات ضعيفة، بس برضو ما بيستخدمش للبشرة الحساسة، ممكن يعمل شوية تحسس او تهيج. رقم 7 واخر واحد معانا هو الميلانثينول جل. مكوناته ايه؟ في حاجة اسمها بنثينول ال5%، وفي السيراميد وزيت اللوز وفيتامين اي وخلاصة الصبار. استخداماته او الفوائد بتاعته ان هو بيرطب البشرة وبيحميها من الجفاف، بيقلل الحكة والتهيج اللي في البشرة لاحتوائه على خلاصة الصبار، بيجدد ويرمم السطح الخارجي للبشرة لاحتوائه على مادة السيراميد، بيعمل زي التئام للجروح والتشققات وعلاج حروق الشمس لاحتوائه على البنثينول وخلاصة زيت اللوز. بيستخدم برضو كمثبت او كبرايمر قبل وضع الميك اب. المميزات بتاعته ان هو سريع الامتصاص وقوامه خفيف وغير دهني وما بيسببش انسداد المسام، ومناسب للبشرة الحساسة. استخدم الحاجات دي ازاي؟ على البشرة بعد ما استخدم الغسول، اجفف البشرة كويس واستخدم المرطب ده، اخد جزء بسيط من المرطب وادلكه في حركات دائرية على الوش او على البشرة لحد ما يحصل الامتصاص. معظم المرطبات ينفع استخدمها تحت العين، الا المرطبات اللي انا قلت عليها غير مناسب للبشرة الحساسة، ده ما ينفعش تحت العين. الكريمات دي تستخدم كمرطب للبشرة الدهنية والبشرة المختلطة مرتين في اليوم عشان تحصل على نتائج كويسة. ومن الوارد طبعا ان اي حد يحصل له تحسس من اي منتج من المنتجات دي، وده مش هيحصل غير لما انت تستخدم المنتج وتجربه، لان ممكن تكون بشرتك او بشرتك حساسة من مادة معينة جوه المنتج او جوه المرطب، فلازم تستخدم عشان تجرب، ما تسمعش نصيحة حد. يعني محدش يقولك انا استخدمت الكريم الفلاني او الكريم ده او الجل ده وطلع لي حبوب او عمل لي تحسس. من الوارد ان هو عنده حساسية لمادة معينة جوه الكريم انت ما عندكش، فما تاخدش نتائج حد. شوف الكريم المناسب او المناسب لبشرتك واستخدميه زي ما قلت كده مرتين في اليوم، وراعي النقط اللي انا قلتها. في حاجات ما تنفعش للبشرة الحساسة، وفي حاجات تنفع. يعني لو بشرتك دهنية مختلطة، دهنية حساسة او مختلطة حساسة، في حاجات ما تنفعش اللي انا قلتها في الفيديو، وفي حاجات تنفع. بس وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا ريت لو حد عنده اي سؤال يكتبه في الكومنتات وهنرد عليه. ولو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا سبسكرايب في القناة، اشتركوا في القناة واعملوا لايك واعملوا شير عشان غيركم يستفيد.